اهلا بيكم في نشرة جديدة من نشرة اخبارنا العقارية، وهنا بنقدم لكم اخر الاخبار اللي حصلت في مجال العقارات على مدار الاسبوع اللي فات. اعلنت شركة بالم هيلز عن تفاصيل مشروعها الجديد هاسيندا راس الحكمة بالتعاون مع شركة مدن الاماراتية في مدينة راس الحكمة. المشروع على مساحة 1400 فدان بواجهة 4800 متر على البحر، ويضم خليج ديزني المعروف بالمياه الصافية، ومتاح شاليهات وتوين هاوسز وستاند الون فيلز متشطبة بالتكييفات والمطبخ باسعار تبدأ من 12 مليون جنيه. نايا ديفلوبمنتس تطرح وحدات السلام فوري في مشروعها نايا بي في الساحل الشمالي، ومتاح شاليهات توين هاوسز وتاون هاوسز وستاند الون فيلز باسعار تبدا من 8.5 مليون جنيه وتقسيط يصل الى 10 سنين. شركه المراسم تعلن عن فتح مرحله جديده وهي مار ريزيدنس في مشروعهم مارفل في نيو زايد، وهتكون سيرفيس ابارتمنتس تحت اداره البراند العالمي روتانا، وده بعد نجاحهم الكبير في مشروعهم فيست سكوير في التجمع الخامس. ولاول مره في الساحل الشمالي مقدمك هو خصمك في مشروع جاليني في سيدي عبد الرحمن من تنفيذ شركه دوجا ديفلوبمنت، ويوجد تقسيط حتى 8 سنين. العاصمة الإدارية الجديدة بتستقبل أكثر من 22 سفير أفريقي للتعرف على التطورات الحي الدبلوماسي. وأخيرا مدار ديفلوبمنتس تعلن عن بيع المرحلتين الأولى والثانية بالكامل في مشروعهم ذا هيلج في مدينة 6 أكتوبر. وبكده تكون خلصت نشرة أخبارنا العقارية، استنونا الأسبوع اللي جاي في نشرة جديدة.